السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين، ورمضان مبارك علينا وعليكم يا رب. ربنا يعود علينا الايام بالخير والصحه والسعاده. بقالي فتره كتيره قوي ما نزلتش فيديوهات هنا. طبعا كلكم عارفين اللي حصل معايا، بس بفضل ربنا وقفتكم معايا ان شاء الله مكملين ونرجع احسن من الاول. معايا وصفه حلوه قوي النهارده. يمكن في ناس هتختلف معايا وتقول مش بناكل سمك في رمضان، بس انا بولادي بالنسبه لنا السمك في اي وقت رقم واحد. هنعمل بقى جنب السمك رز بني. يلا نسمي الله ونبدأ ونخش على الفيديو. أول حاجة هجيب بصل وأقطعه بالطريقة اللي انت حباها، ما تفرقش. تعمليها أجنحة مكعبات ناعم براحتك. ونشتغل فيه، نحط عليه المادة الدهنية زي ما أنا متفقة معاكو، اللي عندك اشتغلي بيه. أنا هنا بستعمل زيت ومعلقتين سمنة. وهدي البصل تحميرة تمام التمام. هو كده وصل للدرجة اللي أنا عايزاها؟ لا لسه. انا بوريكي هو درجاته، لان هو مش قصدي ان انا اقول لك ان انا سبته لما اتحرق مني، لا انا اللي قصده اديله اللون ده. شوفي لما يبقى لونه لو اغمق من كده عادي، ما يزعلكيش. انا مش عايزه البصل، انا هاخد منه الميه اللي هتنزل منه. هزوده الميه، انا طبعا عارفه المقدار الرز اللي انا هعمله، بالتالي ظابطه عقد الميه بتاعه او كميه الميه بتاعته اللي هسوي بيها. هصفي البصل اللي انا عملته ده، وهغسل الرز، واخد الميه اللي نزلت منه واسوي فيها الرز عشان يديني اللون البني اللي انا عايزاه. الملح بتاعه بقى ورشة فلفل اسود او كمون على حسب اللي عندك. صلوا على النبي يا جماعة، ما تنسونوش باللايك والشير وسبسكرايب فضلا وليس امرا. هشغل عليه النار، اول ما يبدأ يغلي ههدي عليه النار لما يكمل سواه على نار هادية. شايفين ما شاء الله الكاميرا والله ظلماه. الرز ده ما شاء الله طعمه حلو جدا، جربوا الوصفة دي مش هتبطلي تعملها خالص. ندخل بقى على السمك. انا مسكت السمك غسلته ونضفته معاكو على البس، وعملت فيه فتحات عشان اما ملحه يشرب من التملحة بتاعته كويس. عملت له توم وكمون وشوية شطة وليمونة، رشة خفيفة كده في البطن بتاعته وعلى الظهر من بره، ومسكته غلفته بدقيق زي ما احنا شايفينه كده. انا بغسل السمك يا جماعة بشوية دقيق وليمونة فقط لا غير. بسخن الزيت كويس وببدأ احمر فيه. مش بعلله النار كتير قوي عشان يستوي كويس، يطلع مقرمش وحلو. بنفس الطريقة كده. ما شاء الله اللهم بارك. ان شاء الله مكملين مع بعض بفضل ربنا وفضل وقفتكم معايا. القناة ترجع احسن من الاول فضلا وليس امرا. حطوا له لايك واعملوا سبسكرايب للقناة. هعمل بقى البطاطس المحمرة معاه. انا حبيت اشارك معاكم فطار النهاردة، كل سنة وانتم طيبين. محدش يختلف معايا ويقول لي السمك، يا جماعة السمك في اي وقت احنا بناكله بصراحة. جاهز السلطة بتاعتنا بقى. ما شاء الله. وده كان فطارنا النهارده. ومن الفيديو ده انا حابه اشكر كل الناس اللي واقفه معايا وكل الناس اللي بتسال عني. جزاكم الله كل خير. انتوا طبعا مش مستنيين شكر مني، الشكر لربنا يديكم اضعاف ما بتعملوا. والف مليون شكر ليكم وبفضل ربنا ووقفتكم معايا ان شاء الله مكملين. ولو وصلت معايا لغايه هنا ما تنسيش باللايك والشير وسبسكرايب يا جماعه. والله عليكم دعوه حلوه منكم ان ربنا يوفقني. انتوا عارفين انا عامله القناه دي باب رزق ليا، وربنا يخليكم ليا ما يحرمنيش منكم ابدا. وحطوا لي لايك واعملوا سبسكرايب للفيديو. وعايزه كومنت حلو منكم عشان اتشجع واعمل فيديوهات تانية كتير. يلا اشوف الشكر على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين.